السلام عليكم، أهلا بيكم في صفحتي الجديدة. هتلاقوا صفحتي الرسمية في الوصف، أتمنى تشتركوا فيها. الكلام ده مهم جدا لأن أغلب اللي بيتعلم إلكترونيات بيضيع وقت كبير بسبب أخطاء بسيطة بس تأثيرها كبير. أول غلطة خلط الفولت بالتيار. في ناس فاكرة إن الفولت هو اللي بيكهرب الحاجة وخلاص، لكن الحقيقة إن التيار هو اللي بيمشي في الدايرة. الفولت هو فرق الجهد اللي بيدفع التيار. لو ما فهمتش الفرق بينهم مش هتعرف تحسب ولا تصمم أي دايرة صح. تاني غلطة تشغيل LED بدون حساب. مش مجرد انك تحط مقاومة وخلاص، لازم تحسبها. لو عندك بطارية 3.7 فولت والLED بيشتغل على 2 فولت مثلا، يبقى لازم تحسب المقاومة عشان تقلل التيار، غير كده هتأثر عمره أو تحرقه. تالت غلطة تجاهل قانون أوم. أي دايرة فيها مقاومة لازم تمشي بقانون أوم. لو مش فاهم العلاقة بين الفولت والتيار والمقاومة هتشتغل عشوائي. رابع غلطة توصيل مصادر طاقة مختلفة مع بعض، زي انك توصل بطارية مع شاحن مباشر او مصدرين مع بعض بدون دايرة تنظيم. ده ممكن يعمل قصر او يسخن المكونات. خامس غلطة عدم استخدام دايرة حماية للبطاريات، خصوصا بطاريات الليثيوم. البطارية دي لو شحنت زيادة او فرغت زيادة ممكن تبوظ او تبقى خطر. سادس غلطة الاعتماد على التخمين بدل القياس. ناس كتير بتشتغل حاسس ان ده صح، لا، لازم افوميتر تقيس بيه الفولت والتيار وتتأكد. سابع غلطة توصيل ارضي GND. غلط الارضي هو مرجع الدايرة كلها، لو في مشكلة فيه الدايرة كلها هتتصرف بشكل غريب. تامن غلطة عدم فهم استهلاك المكونات. كل مكون ليه استهلاك تيار معين. لو حطيت اكتر من حاجة على بطارية ضعيفة هتلاقي الاداء وحش او الحاجة بتفصل. تاسع غلطة تجاهل السخونة. اي مكون بيسخن زيادة عن الطبيعي يبقى فيه مشكلة. السخونة علامة خطر مش حاجة عادية. عاشر غلطة توصيل الدوائر بدون اختبار تدريجي. تشغل كل حاجة مرة واحدة، ولو في مشكلة تضيع. الأصح تختبر جزء جزء. الغلطة 11 استخدام أسلاك أو توصيلات ضعيفة. السلك الضعيف ممكن يعمل مقاومة زيادة أو يسخن أو يقطع. الغلطة 12 عدم تثبيت المكونات كويس. التوصيلة تفك أو تتحرك والدايرة تشتغل مرة وتفصل مرة. الغلطة 13 نسخ دايرة من غير فهم. أول ما حاجة اتغيرت مش هتعرف تصلحها لأنك مش فاهم الأساس. الغلطة 14 تجاهل الداتا شيت. كل مكون ليه حدود تشغيل، لو مشيت عشوائي ممكن تعدي الحدود وتبوظه. الغلطة 15 التفكير إن الإلكترونيات حفظ الإلكترونيات، فهم مش حفظ. لو فهمت هتعرف تعمل أي حاجة حتى لو جديدة عليك. وفي الآخر كده الإلكترونيات محتاجة صبر وفهم مش استعجال، وأي غلطة بتقع فيها دلوقتي هي اللي هتخليك أقوى بعدين. فركز، افهم وجرب، ووقتها هتفرق بجد.